السلام عليكم يا شباب، جيت لكم بالحلقة السادسة من انمي ريك. بس قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا متنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وان ربنا يقويهم في اللي هما فيه وتصلي على النبي، واهم حاجة انك تصلي لان صلاتك اهم. تبدأ حكايتنا وبنعرف ان قبل 400 سنة كان في دولة صغيرة وبيزورها الملك الرابع الكسندر هيراكتوبيا واهتم بالمدينة وبنى الكولوسيوم اللي معروفة بالفنون القتالية، وكانوا بيقيموا المعارك، وكان الملك الكسندر بنفسه بيشارك في المبارزات وكان قوي لدرجة ان محدش عارف يهزمه. ساعتها اشتهرت المدينة وجالها ناس من جميع انحاء القارة اللي كانوا عايزين يعرفوا مين الشخص ده ويحاولوا يهزموه، وبسبب كده وفي وقت قصير بقت دولة كبيرة، وده اللي أنشأ مملكة هيراكتوبيا حاليا. بنروح بعد كده لأبطالنا هما في مملكة هيراكتوبيا، وريك بيقول هو ده الشخص المعروف بملك القبضات الملك ألكسندر. بيرد عليه بروستون ريته كان عايش دلوقتي، كنت عايز أبرزه ولو مرة واحدة. بيقول له ريك الحمد لله إنه مش موجود، لأن لو كان حصل كده كان زمان المملكة كلها اتدمرت. نعرف إن مهنة المقاتل في هيراكتوبيا من المهن الشائعة وبيسموه الملاكم. بروستون بيقول لهم المفروض دلوقتي ما نشتتش نفسنا بحاجات تانية ونركز في الحاجة اللي احنا جايين علشان ندور عليها. بيروح يسألوا واحد من الماشيين في الشارع، ولكن الراجل أول ما بيشوف بروستون بيرتعب ويجري من المكان بسرعة. ريك بيقول لهم احنا الأفضل نروح مبنى البلدية وهناك هنلاقي معلومات تفيدنا عن الجواهر الستة. ولكن قبل ما يروحوا بيلاحظوا إن في واحد بيعاكس بنت في الشارع، بيقول لها ايه رأيك نتعرف على بعض شوية؟ فبترد عليه وتقول له تقليل الأدب ما تربيتش. فلسه ريك هيتدخل ويقول له انت بتعمل ايه، ولكن بروستون بيقول له سيب لي الموضوع. بيروح لبروستون ويقول له في حاجة كده كنت عايز أسألك عنها، ممكن تساعدني؟ فبيرد عليه انت كده هتخوفني يعني بما انك اورك، انت عايز تعمل مشكلة معايا؟ انت ما تعرفش ان انا ملاكم ولا ايه؟ بيقول له بروستون مش باين عليك يعني انك قوي، لا وكمان شايف نفسك، تعالى هناك نتكلم شويه على الانفراد. فبيروح معاه وبيستحملش ضربه واحده من بروستون وبيتنفخ وبيجيبه من قفاه ذليل. بيقول له دلوقتي عايز اسالك عن حاجه، فهتجاوب ولا ايه؟ طبعا طبعا، اي حاجه يا زعيم اللي تطلبه. بنعرف ان اسمه جولد والبنت اسمها ميليشيا. بيوريهم الجوهره وبيسأله انت شفت حجر سحر قبل كده بالشكل ده؟ فبيقول له انا حاسس اني شفت الحاجه دي في مكان بس انا مش فاكر. ويبص وراهم بيلاقوا ان في احتفال ببطوله ملك القبضات. فبتسالهم رينيت هي بطوله ملك القبضات دي؟ فبيقولوا لها هي بطوله قتاليه بتحدد بطل الملاكمه، وكمان بيجي 500 الف شخص كل سنه عشان يتفرجوا على البطوله، والفائز بالبطولة 5 مرات وكان البطل 3 مرات على التوالي كيروين أورلوف. فماليشيا بتلاحظ حاجة وبتقول لهم بصوا على الحزام بتاع البطل، وبنكتشف انها الجوهرة وهي ذهب الملك. بنشوف صاحبنا وهو رايح قاعة التدريب علشان يتدرب قبل ما البطولة تبدأ. يجي المدرب بتاعه بيقول له عامل ايه دلوقتي؟ فبيرد عليه الحمد لله تمام ومتشوق اللي يحصل في البطولة. وبيكمل كلامه ويقول لو في شخص قوي في البطولة ساعتها الموضوع هيبقى ممتع جدا. جيت على جمل يا صديقي، وفعلا بيخش ريك والحزب معاه. بيقول له ممكن اخد من وقتك شويه؟ فالمدرب مفكره من المشجعين، فبيقول لهم البطل بتاعنا عايز يرتاح دلوقتي. فبيقول له ريك الموضوع مش كده يا حاج، احنا مغامرين وكنا بندور على جوهره معينه. فبيدخل بروستون بيقول للريك وقف اللف والدوران ده، لان الراجل اللي قدامك ده مش من نوع انك تلف وتدور عليه. فبيقول لهم كروين انتوا عايزين ايه؟ رد عليه بروستون انا عاوزك تديني الحزام بتاع البطوله. فبيقول له ريك مش كده، هيفهمونا غلط وان احنا جايين نسرقه. فبيقول له بروستون معلش عيد الشرح تاني، انا عايز الجوهره اللي موجوده في الحزام ده لانها تخص فرد من الحزب بتاعنا وكنا بندور عليها من سنين طويله، وطبعا هنرجع لكم الحزام تاني وكمان جوهره غاليه مكافاه ليها. فالمدرب بيقول له ايه الكلام الفارغ ده، ولسه بينادى لواحد من الامن عشان يخرجوهم بره، ولكن كيروين بيوقفه وبيقول له انا مصدقهم وكمان انا بشم ريحه الكذب من على بعد. فبيرد عليه بروستون شكرا انك شخص متفاهم، ولكن انا ما اقدرش اخليكم تاخدوه لان الحزام ده مميز لجميع سكان هيراكتوبيا وتقدر تقول عليه كده هو فخر الشعب. فللاسف مش هقدر افيدكم بحاجه، ولكن في طريقه واحده عشان تقدروا تاخدوا الحزام، وهو انكم تشاركوا في بطوله ملك القبضات وتكسبوها. فبيرد عليه بروستون عندك حق كلامك منطقي، وبيستاذن ويمشي. وريك بيقول له استنى يا بروستون انت متاكد من كلامك؟ فبيقول له انت ما سمعتش البطل وهو بيتكلم ولا ايه؟ هنشارك في البطوله طبعا. بيقول المدرب انت متاكد من اللي عملته ده وانك تسيبهم يمشوا؟ كنا لازم نخلي المبتدئين اللي عندنا يكسروا عظمهم. فبيقول له عظم ايه يا حاج، ده انا لو سبتهم يعملوا كده كان زماننا كلنا في اعداد الموتى. ليه للدرجه دي هم اقوياء؟ ايوه ده حقيقي، واول واحده فيهم الخادمه طريقه وقوفها مش طبيعيه، وكمان اكيد بتتمتع بمهارات كبيره. والراجل العجوز اللي انت ممكن تشوفه عادي على الرغم انه مدرب جسمه لدرجه مش طبيعيه، ولكن الشخص ده مش طبيعي. فبيسأل المدرب طب بالنسبة للأورك ايه دنيته؟ فبيضحك ويقول له هو عبارة عن مقاتل حقيقي قوي. بنروح بعد كده لأبطالنا وريك بيقول له هو احنا لازم نبقى ملاكمين؟ فبيرد عليه بروستون ايوه ولازم نفوز ببطولة ملك القبضات ونجيب الحزام. وبنعرف عشان يتأهلوا البطولة لازم يجتازوا كل المباريات التمهيدية اللي بتقام في شرق وغرب المملكة، واللي هيخش البطولة بروستون وريك. بروستون هيكون في الدوري الشرقي وريك هيكون في الدوري الغربي. بيقول له ريك طب يا سباي انت عارف الطريق وهتوصل ازاي؟ فبرد عليه ما تقلقش من الناحية دي انا دبرت الموضوع ده. وبنشوف جولد اللي نفخه قبل كده بيقول له انا جيت يا زعيم، ومعاه العربية اللي يوصلوا بيها. بننتقل بعد كده ريك ورينيت وهما ماشيين في طرقة، ورينيت بتقول له ودلوقتي لازم تعدي الاختبار الجاي عشان تكسب لقب الملاكم. فبرد عليها ويقول لها شكل الموضوع ممتع جدا. ممتحن بيقول له الامتحان عبارة عن مبارزة جسدية وهمية. طب سؤال، هل الخصم بتاعي قوي؟
فبيقول له هو مبتدئ ولكن كسب كل مباراة التمهيدية للبطولة، ولكن ما تقلقش سواء فزت او خسرت طالما ان مستواك بيعدي شروط معينة فانت كده هتبقى ناجح. ويا ترى يا صديقي مين اللي كان الخصم بتاعه؟ طبعا زي ما انت شفت وهي انجيليكا. وريك مستغرب وبيقول انا شكلي سمعت الصوت ده قبل كده، وبيقول ساره وبيتفاجئ انها انجيليكا. بتقول له هو انت مش عايز تبني في حالي؟ اروح في مكان الاقيك ورايا. وطبعا بتكون خايفة لأن ريك هو الشخص اللي هزم أخوها اللي كان من الرتبة إيه. وبتبدأ المبارزة يا صديقي ولسه بتتحرك، ولكن بتحس إن في حاجة خبطتها وبتقع على الأرض، ولكن بتكون مفكرة إنها من كتر حماسها وقعت على الأرض. ولكن برضه الموضوع بيتكرر وبتقع على الأرض تاني من قبل ما تتحرك. فبيقول لها ريك إيه رأيك في المهارة الجديدة اللي اتعلمتها اسمها الأسرار التمانية، وبيكون اللي استخدمها دلوقتي اسمها ابدأ بمسح رجولهم. وبيقولها هو فرحان قوي أنا المرارة مش مستحملها يا ريك. لا وإيه كمان يا صديقي، بيشرح لها المهارة وإن المهارة بتستخدم علشان تحبط عزيمة الخصم، وبتفكر في فكرة وإنها لو بعدت عنه ساعتها هتقدر تفعل المهارة بتاعتها ومش هيقدر يوصل لها. ولكن انت مفكر ايه يا صديقي؟ ده ريك برضه وبتقع على الارض تاني. وبقول لها انا عارف لو قتلتك بكل قوتي دلوقتي هتكوني كويسة، لسه بستعد يا صديقي للجد. ولكن طبعا مش هتسمح له بكده وبتستسلم في ساعتها. بتجيله انجيليكا بعد المباراة ما خلصت وبتقول له ايه اللي بيعمله الشخص 40 زيك هنا، وبتعيط وتقول كم مرة لازم تهن عشان تحس بالرضا. فبيقول لها ريك انا مش قصدي، وبيحاول يلحق نفسه قدام رينيت وبيقول لها اكيد جعانة، ايه رايك نروح ناكل؟ بنروح للمطعم يا صديقي وبنشوف ميليشيا وهو بتقدم لهم الاكل، وبنعرف ان ابوها هو صاحب المطعم، وبتسالهم على بروستون شكلها مغرمه يا صديقي. فريك بيقول لها هو هيشارك في البطوله في الدوري الشرقي. وبعدها بتمشي هي سرحانه وبتفكر فيه. بتقول له انجيليكا ودلوقتي ليه بقيت مغامر؟ ايه هدفك؟ والله كنت بفكر افوز ببطوله ملك القبضات. وبتصدم ان هو كمان عايز يفوز بالبطوله. وبتسالها رينيت هو انت من امتى بقيتي ملاكمه؟ بتقول لها قبل 4 شهور، وكمان لان عندي اسبابي. بقول لها ريك هو انت كمان هتشارك في بطوله ملك القبضات؟ فبتقول له ايوه، ومهما كان الموضوع صعب لازم استمر في الفوز واوصل لبطوله ملك القبضات. انا عارفه انك قوي ومعترفه بده، ولكن الموضوع بالنسبه لك دلوقتي صعب لان ما بقاش غير اسبوع واحد، فانك تفوز في 40 مباراه خلال اسبوع واحد امر مستحيل. وعلشان تتشلى انجيليكا اكتر بتقول لرينيت لوريك ولكن انت طلبت 40 مباراه في 4 ايام بس. وبيوصل البطانه للنقابه عشان ياخد ميعاد المباراه بتاعته والمكان. والموظف بيقول له خلي بالك من الراجل اللي هتقابله كويس لانه بيغش ومحدش عارف يثبت عليه اي دليل انه بيغش، فخد بالك من نفسك. طبعا كالعاده يا صديقي الخصم بتاعه مفكر انه لسه مبتدئ وبقى ملاكم. وبنشوف يا صديقي ان في الجزمه بتاعته من ورا في حجر سحري بيزود قوه ضربته ل 30 الضعف، وبيستخدمه عشان يخلص على ريك. ومفكر ان كده كسب، ولكن بيتصدم لما بيشوف ان دراعه هو اللي اتكسر وبيقع حته من الحجر اللي كان بيستخدمه. وريك بيديله نصيحه ويقول له خلي بالك لو استخدمت الحجر ده من غير ما تدرب جسمك كويس اكيد عظمك هيتكسر. ولكن هو مصدوم لانه فعلا كسر الصخور بكل سهوله. وبيستخدم بطن المهاره الجديده بتاعته الآثار التمانية وبيضربه بإيده ولكن من غير ما تلمسه، وبسبب ضغط قوة الضربة الشخص بيغمى عليه. وبس يا صديقي دي تكون نهاية الحلقة السادسة. فمتنساش تهتم بصلاتك، صلي على النبي، تدعي لأخواتنا في فلسطين، ويلا سلام.